السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. من هو وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد؟ هو شاب أبنى على كفاءات عالية في التسيير الرياضي، ابن مدينة وادسوف أين ترعرع في مدينة سطيف أين نال الشهادة الجامعية، ثم التحق بمؤسسة صادي، لكن شغفه بالتسيير الرياضي وبكرة القدم خاصة جعله يقترب من وفاق سطيف وبعدها إلى المنتخب الوطني الجزائري. اشتغل مع رئيس الفاف الأسبق محمد راوراوة منذ سنة 2009 منذ قدوم الحاج راوراوة إلى رئاسة الفاف، أين اتصل به مباشرة الحاج محمد راوراوة ليعمل معه كمناجير عام للمنتخب الوطني أو المنتخبات الوطنية وشؤون الفاف، حيث صار الذراع الأيمن والذراع الأمين لرئيس الفاف الأسبق محمد راوراوة. وليد صادي شغل منصب عضو في الاتحاد الفيدرالي الفاف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لعهدتين من سنة 2009 إلى 2012 ومن سنة 2013 إلى 2016، وتأهل خلالها الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم لمرتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مونديال جنوب أفريقيا 2010 ومونديال ريو دي جانيرو بالبرازيل. كما تأهل المنتخب الوطني أقل من 23 لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 2016 كذلك. إذن هي ثلاث مناسبات شهدها وليد صادي بتأهل المنتخبات الوطنية من خلال عهدتيه في الفاف. شغل عدة مناصب على غرار مدير المنتخبات الوطنية وعضو لجنة التسويق وحقوق البث للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعضو لجنة تطوير كرة القدم لدى الاتحاد العربي للعبة، بالإضافة إلى توليه عديد المناصب بنادي وفاق سطيف، وكان وراء إعادة بعث بريقه في المحافل الوطنية والقارية. ذلك هو وليد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف الجديد الذي انتخب هذا الأسبوع على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فحظ موفق لوليد صادي. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.